السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل على احلى متابعين، وحشتوني بجد جدا جدا جدا. حسيت ان في حاجة ناقصة في يومي من غيركم، بس رجعت لكم ومعايا موضوع حكاية كده زي العسل. النهاردة هنتكلم عن الاجازة، ويا ترى بتقول ايه؟ الأجازة بتتكلم، بس مش كل الناس بتسمعها. تعالوا نسمع سوا ونشوف نقدر نعمل ايه فيها علشان نستغلها صح. بصراحة كده أول ما بنسمع كلمة أجازة كلنا بنفكر في النوم والسرير والبطانية وأحلى كسل. بس هو ده المطلوب؟ يعني الراحة مهمة والنوم ضروري، بس طول الوقت لأ، كده كتير. الواحد لازم يريح بس كمان يعيش، لأن الأجازة دي مش وقت نضيعه، دي فرصة نغتنمها. انا شايفه انكم تاخدوا الاجازه دي كفرصه حقيقيه. كل واحد فيكم اكيد عنده حاجه نفسه يعملها، يتعلم حاجه جديده، يطور مهاره، يشتغل على نفسه شويه. يعني مثلا خد كورس اونلاين في حاجه بتحبها، جرب المونتاج او التصوير او البرمجه. لو بتحبوا الطبخ ليه لا، جربوا وصفات جديده. رتبوا اوضتكم، غيروا شكل المكتب، افتحوا صفحه جديده مع نفسكم. كل خطوه صغيره بتعملوها هتفرق في شخصيتكم اخر الاجازه. كل واحد فينا عنده هوايات كانت راكنة على جنب، الأجازة وقتها المناسب ترجعوا ليها. اقرأوا كتاب، اسمعوا بودكاست، اكتبوا، ارسموا، حتى لو مش محترفين. الفكرة مش في الكمال، الفكرة انكم تستمتعوا وترجعوا تحسوا بوجودكم، بهدوءكم، بالحاجة اللي بترتاحوا فيها. للأسف في وسط الزحمة ساعات بنبعد عن الناس اللي بنحبهم. الأجازة فرصة نراجع الدفع في العلاقات دي. كلموا أصحابكم القدام، اقعدوا مع أهلكم، اعملوا يوم عائلي بسيط، اخرجوا مع أصحابكم والعبوا سوا. المهم تشاركوا اللحظات مع اللي حواليكوا، علشان الذكريات الحلوة دي هي اللي بتفضل. وأكيد المتعة جزء أساسي من أي أجازة، مش لازم كل حاجة تبقى جد، لازم نضحك ونتبسط. انزلوا، روحوا أماكن جديدة، اعملوا تحديات، صوروا فيديوهات مضحكة. عيشوا اللحظة بس بتوازن، يعني منخليش المتعة تاخد كل الوقت، خلوها جزء من يومكم مش بس كل يوم. الوقت بيجري بسرعة، والأجازة مهما طالت بتخلص، فخليكوا دايما حاطين في دماغكوا هدف بسيط في كل يوم، حتى لو خطوة صغيرة هتفرق آخر المدة، وهتحسوا انكم عملتوا حاجة لنفسكم. وبكده تكون حكايتنا خلصت. والأجازة كانت بتقول ايه؟ بتقول لكم عيشوني صح، وانا هسيب لكم ذكريات ما تتنسيش. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واكتبوا لي في الكومنتات ايه خططكم في الأجازة، وايه الحاجة اللي نفسكم تبدأوا فيها ولسه مأجلينها. انا مستنياكم في الحكاية الجاية، وخليكم دايما معايا في الحكاية بتقول ايه. وبس كده، كان معاكم ملك اسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.